هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. فيديو النهارده ريفيو عن بادي سبلاش ايفا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. في فيديو النهارده يا بنات هقول لكم مميزات وعيوب بادي سبلاش ايفا. طبعا اكيد كلنا عارفين ان ايفا منزله بادي سبلاش واتشهر قوي، وبعد فتره نزلت لاين جديد. برضو نزلت فيه روائح جديده. بس الروائح اللي معايا دي من اللاين القديم، وانا جربت منها 3 بس، واقول لكم كل واحد ريحته ايه ويناسب الصيف ولا الشتاء. هبدا باكتر واحده مشهوره فيهم وهي كوزي دريم. ده شكلها، ودي المكونات بتاعتها. هي فيها مكونات كتير قوي، بس اشهر روائح طاغيه فيها هي ريحه الكوكونات والفانيليا. دي حلوه قوي لو انت بتحبي ريحه الفانيليا والكوكونات، حلوه جدا. دي اكتر واحده فيهم مشهوره، وكمان ريحتها مناسبه لكل حاجه. بالنسبه لي ريحتها مناسبه في الصيف وفي الشتاء، وكمان هي ريحتها حلوه قوي، مناسبه لو انت سنك صغير عايزه تجيبي حاجه، او لو انت بتحبي الروايح دي فدي هتعجبك جدا. انا بصراحه بحبها. وجهه نظري شايفه ان ريحتها هاديه، هي ممكن تكون شجري بس ريحتها في نفس الوقت هاديه وحلوه قوي. فدي بصراحه انا بحبها. في وجهه نظري لكل الناس اللي بتحب الروايح دي هتعجبك جدا. تاني واحده بقى جربتها وهي سمر تويست، وهي من اسمها كده هي سمري قوي. ريحتها فريش، ريحتها فواكه. دي المكونات بتاعتها. بس طبعا الريحه اللي طاغيه عليها هي ريحه الفواكه، ريحتها فريش وحلوه قوي. فلو انت بتحبي الروايح الفريش الصيفي دي هتعجبك. ريحتها فواكه قويه، فلو انت مثلا بتصدعي من الروايح دي فدي مش هتعجبك، انها ريحتها قويه جدا. لكن عادي، لو بالنسبه لك عادي فهي حلوه قوي في الصيف. دي ارشحها لك في الصيف، مش هتكون مناسبه قوي في الشتاء. اخر واحده بقى يا بنات وهي جولد سبيل. دي بقى يا بنات حاساها برفيوم اكتر من بادي سبلاش. هي ريحتها تقيله، ريحتها حلوه قوي، ريحتها كراميل. ودي المكونات بتاعتها. دي يا بنات ريحتها كراميل وريحتها تقيله قوي. بالنسبه لي مناسبه للشتاء اكتر، وكانك مثلا نازله ديت حاجه كده يعني. ريحتها حلوه قوي وتقيله. لو انت بتحب الروائح التقيله فهاتيها وحطيها في الشتاء، بجد هتبقى حلوه قوي لانها تقيله. فمش هتنفع للصيف. الصيف بيكون عايز حاجات تكون فريش اكتر، حاجات خفيفه، لكن دي تقيله. فهي بصراحه حلوه قوي. بالنسبه بقى يا بنات لحجمهم، هو حجمهم 240 ملي. فهي حلوه قوي، هتقعد معاكي فتره طويله، حلوه جدا. انا بستخدمها من زمان وبصوا. فهي بصراحه حجمها حلو جدا. بالنسبه بقى يا بنات للسعر، سعرها بيكون في حدود 170 لحد 200، ممكن توصل لاكتر من كده طبعا حسب المكان اللي انت هتشتريه منه. بالنسبه بقى للثبات، هي ثباتها بيقعد من 3 ل 4 5 ساعات كده. وكمان ثباتها على الهدوم بيكون اكتر من على الجسم. لكن هي في المجمل هي حلوة قوي. مش معنى ان ثباتها مش قوي ان هي وحشة، لا طبعا، لان هي ثباتها حلو بالنسبة لسعرها. ده كده يا بنات كان رأيي في بادي سبلاش ايفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا منزله.